لليوم الثاني من شهر رمضان، أسعار مرتفعة والحكومة عاجزة. اعترف مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد نجاح الأخير في خفض الأسعار، مبرزا أن الإجراءات التي قام بها الحكومة سوف تعطي نتائجها في غضون الأيام المقبلة. وقال بيتاس أمس عقب اجتماع المجلس الحكومة: لا أحد ينكر وجود ارتفاع في الأسعار، وينبغي أن نتفق بأن موضوع الأسعار اتخذنا فيه إجراءات كبيرة جدا ولم تحقق الهدف الذي كنا نطمح إليه، ويجب أن نعترف بذلك. وسجل الوزير أن موضوع الأسعار عملت فيه الحكومة إجراءات كبيرة جدا لم تحقق الهدف بالشكل الذي تطمح له الحكومة، ويجب أن نعترف بذلك لأنه يبدو أن مشكل الأسعار أعقب بكثير. فمثلا أسعار الطماطم بلغت مستويات قياسية وكلنا غير راضين عنها لأنها لا تتماشى مع معدل الدخل الفردي للمواطن، خاصة لدى الفئات الهشة الأكثر هشاشة.